طيب تعال نشوف ممكن نعمل ايه بالباكيت تريسر. ماشي، هو ايه الباكيت تريسر ده؟ في الاول الباكيت تريسر دي تول، ماشي، او ابلكيشن او بروجرام عندك ممكن تنزله على الكمبيوتر بتاعك، تقدر ان انت تبني بيه شبكات زي الحقيقة بالظبط. ممكن يبقى في كوماندات مش سبورتد في الابلكيشن ده او في الباكيت تريسر، تبقى مثلا موجودة في الحقيقة بس مش موجودة هنا. بس يعني خلينا نقول ان اغلب السيناريوهات بتاعت سي سي ان اي تقدر ان انت تعملها بباكيت تريسر. طيب انت محتاج تعمل ايه؟ هسيب لك في الديسكريبشن الويب سايت بتاع باكيت تريسر اللي تقدر تنزل من عليه باكيت تريسر. وبعد كده انت محتاج بس ان انت تعمل اكونت على سيسكو، وبالاكونت ده تقدر ان انت تنزل باكيت تريسر بس. وبعد كده تنزله على الكمبيوتر عندك، تعمل له انستول، وبعد كده هتوصل للي انت شايفه قدامك ده. طيب ايه اللي انت شايفه قدامك ده؟ هتلاقي هنا ان انت اول ما بتفتح باكيت تريسر هتلاقي هنا في النتورك ديفايسز، وفي هنا الاند ديفايسز، تمام، والكونكشن. دول اهم ثلاث حاجات انا بستخدمهم. النتورك ديفايسز دي فيها الراوتر وفيها سويتش وفيها حاجه اسمها هاب ووايرلس وسكيورتي ووان. ماشي، خلينا يعني نشوف الراوتر ممكن تعمل بيه ايه الاول. فمثلا لو اخدنا الراوتر ده كده، ماشي، ادي كده حطينا راوتر نوعه 29 او 2911، تمام. ده كده نوع الراوتر. ممكن تحط راوتر تاني هنا زي ما انت شايف هنا، هو سماه راوتر صفر وراوتر واحد. ونبتدي نشوف ممكن نوصل بينهم ازاي. فعشان توصل بينهم هتحتاج ان انت تنقل من النتورك ديفايسز، تنقل لحتة الكونكشن. فتدوس هنا على الكونكشن. هنا انت ممكن تختار الكونكشن ديت عشان هي اوتوماتيكلي بتظبط الكونكشن ما بين ال الأجهزة. يعني ايه الكلام ده؟ انا ممكن بس اكون لسه ما شرحتش الحتة دي، هحاول اشرحها قدام. دي حتة شوية فيزيكال، ان انت ممكن مثلا لما بتيجي توصل راوتر براوتر، محتاج ان انت الكابل يبقى ليه شكل معين. بس اعتقد ان الكلام ده زمان. الجديد دلوقتي ان انت اصلا بيبقى اوتوماتيك الراوتر ممكن يديتكت الكلام ده. وهحاول ان انا يعني ان شاء الله اشرحها في وقت قريب. بس انا كنت مديها اهميه قليله لان انا دي حته فيزيكال اكتر، ليها علاقه بالتكنيشنز. الناس اللي هي التكنيشنز طبعا بيشتغلوا في الحته دي اكتر، اللي هو حته الفيزيكال. انت راجل المفروض كانجينير هتبقى في الحته اللي هي الكونفيجريشن والراوتنج بروتوكولز وكل الحاجات اللي احنا كنا بنشرحها ديت. طيب فانت دلوقتي احنا وصلنا الراوترين دول زي ما قلت هنا، رحت دايس كده هنا بهنا بقى الراوترين دول كده متوصلين ببعض، تمام كده. طيب جميل. بعد كده في اوبشن ان انت توصل اند ديفايس. اند ديفايس زي ايه؟ زي كمبيوتر، لابتوب، سيرفر. فمثلا ممكن اجيب سيرفر هنا او لابتوب هنا حطيته هنا، ودي لابتوب تاني انا حطيته هنا، ماشي. واجي اوصل برضو اللابتوب ده بالراوتر. ممكن مثلا عشان نخلي الموضوع منطقي اكتر، مثلا ممكن اعمل هنا سويتش. اختار السويتش ده ل 2960، ماشي. وبعد كده الجهاز ده اللابتوب ده هوصله بالسويتش، ماشي. والسويتش هوصله برضو بنفس الطريقة. هدوس على ديت، ماشي، وادي السويتش وصل بالراوتر. يبقى كده انا عندي لابتوب واصل بسويتش واصل براوتر، ماشي، وواصل براوتر تاني. بعد كده هحط برضو سويتش الناحية دي. ازاي؟ نتورك ديفايسز، هروح على السويتشز، اختار نوع السويتش. هنا بيبقى نوع السويتش 2960، هحطه، ماشي. وبعد كده هختار الكونكشن هنا واوصل الراوتر بالسويتش. وادي كده السويتش ده بالراوتر او السويتش باللابتوب. زي ما انت شايف كده احنا كده عملنا شبكة، ماشي. الشبكة دي تقدر تقول مثلا زي فيها لان الناحية دي، اللان دي فيها اللابتوب والسويتش والانترفيس ديت. وبعد كده في وان الناحية دي، راوتر واصل براوتر. وبعد كده لان تاني ناحية الراوتر بتاع صفر ده اللي هو فيه سويتش واللابتوب. ده كده بمنتهى البساطة. لو انت عايز تخش على الكونفيجريشن بتاعت الراوتر هنا، ماشي، اول حاجة انت هتعمل كده تخش على الراوتر، ماشي. عايز تعمله كونفيجريشن هتدوس عليه مرتين. زي ما انت شايف هنا كده هيبقى في حاجة اسمها configuration، ماشي. بس انت كده في الكونفيجريشن مود، ماشي. ممكن تروح على السي ال اي على طول عشان يجيب لك الكونفيجريشن. اول ما هتدوس انتر، ماشي، بيديك ان انت اصلا اوريدي في المود بتاع الاكزيك ده زي ما انت شايف كده،
ماشي. ده احنا كده هنا على راوتر 0، وقال لي انت فليكسبل. لو رحت كاتب enable، وطبعا احنا شرحنا الكلام ده في السيشن اللي فاتت، زي ما انت شايف كده انا كده على الراوتر خلاص. ماشي. وممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل شو اي بي انترفيس بريف عشان نشوف الانترفيسز. قال لي ايه؟ عندي 3 انترفيسز. لو جينا شفنا هنا الانترفيسز اصلا عامله ازاي، هتقف كده عليها هوفر بس على الحته دي، هيقول لك ان الانترفيس الناحيه دي جيجا 0/1، والانترفيس الناحيه دي جيجا 0/0. يبقى انا كده عرفت ان 0/0 هي اللي ناحيه الوان ناحيه الراوتر، و0/1 هي ناحيه اللان. تمام كده. لو جيت رحت جاي عامل مثلا conf t انترفيس جيجا 0/0، ماشي، دي اللي هي ناحية الوان. نو شات داون، نو شات داون عشان تقوم الانترفيس. أول حاجة الانترفيس بقت اب، وبعد كده هديها اي بي مثلا 1.1.1.1 و255 كده. انا اديت الوان انترفيس اي بي. ماشي. هاجي مثلا ناحية اللان انترفيس جيجا 0/1، نفس الكلام، نو شات داون. ماشي. قومت الانترفيس ورحت اعمل ايه؟ اي بي ادرس عشان اديها اي بي. خلينا نقول مثلا ان اللان هيبقى السبنت 255 صفر، اللي هي 10.0.0/24، والاي بي اللي هو هيبقى على الانترفيس اللي هو دوت واحد. ماشي. ده كده الراوتر ده. ماشي. يبقى انا كده قومت الانترفيس اللي الناحية دي. ماشي. طيب لو جيت هنا على على الراجل ده، ماشي، على اللابتوب ده، هدوس عليه مرتين. ماشي. واروح على حتة الكونفج. ماشي. هيقول لك ايه؟ اديني اي بي. الاي بي تروح على الكونفج. مش هتروح على حته انترفيس، خلينا نقول يعني هتفتح هتدوس على اللابتوب مرتين كده كونفج، بعد كده فاست ايثرنت 0. ماشي. هتديها اي بي 10.0.0.2، والسبنت ماسك 255 اللي هو سلاش 24. ده كده انا ايه؟ اديت الاي بي هنا دوت 2، الانترفيس دي واخده دوت 1. ماشي. بعد كده في حاجه تانية محتاج تعملها كونفيجريشن. ماشي. لو رحت على حته ال جلوبال. ماشي. نبص. اوكي. ممكن يكون السيتنجز بالظبط كده. يبقى انت عند الانترفيس هنا بتحط الانترفيس الفاست ايثرنت 0 هنا، بتديها الاي بي بتاعها زي ما انت شفت كده. اديتها هنا الاي بي والسبنت. بعد كده بروح على الجلوبال. ماشي. سيتنجز. ماشي. عشان اديها الجيت واي. ماشي. 10.0.0 مثلا 1 ده الجيت واي اللي هو الراوتر. ماشي. والدي ان اس مش لازم. يبقى انا كده اديت اللابتوب ده اي بي، وقلت له الجيت واي بتاعك هيبقى 10.0.0.1. ممكن بعد كده تروح ناحيه الديسكتوب هنا تفتح السي ام دي. ماشي. السي ام دي ده اللي هو بيبقى في الويندوز. ماشي. الكوماند لاين انترفيس او السي ام دي يعني. ماشي. هتروح عامل ايه؟ جرب كده تبينج 10.0.0.1. بص هتلاقيه عمل ايه؟ قال لك قادر اوصل ل 10.0.0.1. السويتش ده عامه اول ما بتوصل بيه اي حاجه هو بيشتغل، مش محتاج تعمل له كونفيجريشن. ماشي. الديفولت بتاعه هتلاقي كل الانترفيسز في فيلان واحد. هنشرح الكلام ده في السويتشنج. فتقدر ان انت دلوقتي اللابتوب ده بقى واصل للراوتر ده. تمام. نفس الكلام لو عملت نفس الكلام الناحيه دي كده، هتلاقي برضو ان اللابتوب ده قادر يوصل للانترفيس دي. لو اديت مثلا دي 20.0.0.1 وهنا 20.0.0.2 اللابتوب، هتلاقي ان الكلام ده هيتم. وممكن هنا تقوم بقى ستاتيك اللاب بقى اللي احنا عملناه قبل كده. بس هنا كده باختصار انا وريتك ازاي تقدر تبني شبكة بسيطة بالباكيت تريسر. ممكن بقى تقدر ان انت تشتغل على الباكيت تريسر، تعمل حاجات كتير قوي. ممكن بقى تدور على اي يوتيوب تشانل بتشرح الموضوع ده بتفاصيل، بس انا حبيت ان انا اديك نبذة كده ازاي تقدر تشتغل بالباكيت تريسر. طيب تعال نطبق اللي احنا كنا بنشرحه في الاو اس بي اف دلوقتي. الرسمة دي فيها ايه؟ وهنشرح حاجة يعني اكزامبل بسيط قوي. عندنا في الرسمة دي راوترين، راوتر 0 وراوتر 1. تمام. في هنا لان ماشي 20، وهنا في لان 10. تمام كده. احنا عارفين التوبولوجي دي من الستاتيك راوتنج. عايزين نعمل ايه؟ بدل ما كنا بنقوم ستاتيك راوتنج هنا، هنقوم او اس بي اف. تمام. طيب هنخش على الراوتر ده الاول. ماشي. ده كده راوتر 0. هنعمل ايه عشان نقوم الاو اس بي اف؟ هنخش هنا نعمل حاجه اسمها conf. الاول خلينا نشوف ايه الانترفيسز اللي عندنا. ماشي. شو اي بي انترفيس بريف. اوكي. او الاختصار بتاعه شو اي بي انت بريف.
قال لك ايه، عندك تو انترفيسز ماشي، دي الانترفيس الوان 1111 ودي الانترفيس اللان. تمام. انا عايز اقوم ايه، عايز اقوم الاوس بي اف على التو انترفيسز دي ماشي، الانترفيس دي والانترفيس دي. في نقطة مهمة قوي محتاج ان انا اوضحها. انت طبعا هتقول ايه، طب انا ليه ما اقومش الاوس بي اف هنا بس؟ ماشي. ليه؟ لان انت هنا هتقوم النيبر شيب، هنا مش هتقوم نيبر شيب، النيبر شيب بتقوم مع راوتر صح كده. فايه اللي يخليني اقوم الاوس بي اف الناحية دي، ناحية اللان، بالرغم ان مفيش راوتر هيقوم مع الاوس بي اف نيبر شيب ناحية اللان؟ الرد على السؤال ده ان انت لما بتيجي تحط النتورك كوماند او تاكتف الاو اس بي اف على الانترفيس، بتاكتف الاو اس بي اف لغرضين. الغرض الاول ان انت هنا عايز تقوم نيبر شيب، فانت لما بتيجي تقوم الاو اس بي اف على الوان انترفيس او الانترفيس دي بغرض ان انا عايز اقوم النيبر شيب مع الراوتر ده. الاو اس بي اف لما هيتاكتف على اللان هيبقى الغرض منه ان انا ازيع النتورك دي بالاو اس بي اف للراوتر ده باختصار. فانا لما باجي اكتب الاو اس بي اف على الانترفيس بيبقى حاجه من الاتنين، يا اما في راوتر قدامي او اس بي اف فانا عايز اقوم مع الاو اس بي اف نيبر شيب، يا اما الغرض التاني ان انا راجل عايز اذيع شبكه ما عندي بالاو اس بي اف للنيبرز اللي انا قايم معاها. تمام. طيب، فاحنا قلنا كده هنا احنا عندنا الوان واللان، هنعمل ايه، هنعمل conf t وهنكتب راوتر او اس بي اف ماشي. وقلنا في حاجه اسمها بروسيس اي دي ممكن تختارها واحد. البروسيس اي دي حاجه لوكال سيجنيفيكانت، يعني ايه، يعني الراوتر اللي قدامك ما بيعرفش عنها حاجه، دي حاجه بس عندك كده عشان لو عايز تقسم ال اس دي بي او ال اس اي داتابيز في الراوتر لاكتر لو عايز تخلي الراوتر يبقى عنده اكتر من داتابيز للاو اس بي اف منفصلين تماما، ساعتها هتعمل اكتر من بروسيس. في اغلب الحالات مش هتستخدم السيناريو ده قوي. طيب هنعمل ايه، نتورك ماشي، واروح حاطط الاي بي اللي هو ده 1111 ماشي، اريا. اه هنا قال لي حاجه اسمها الوايلد كارد ماسك وهقولها لك بعدين بقى الوايلد كارد ماسك دي، بس هي باختصار هي عكس السبنت. تمام. لو تفتكر لما كنت بتختار السبنت ماسك لأي شبكة ماشي، يعني مثلا لو انا عايز اكونفيجر اي بي هنا كنت بتعمل ايه، بتعمل اي بي ادرس ماشي تحت الانترفيس دي وتكتب 1111 وبعد كده بتختار 255 255 255 مثلا دوت صفر، يبقى كده سلاش 24. معنى كده ايه سلاش 24؟ ان انا ما عملت ماتش على اول 3 اوكتت. وارجع بقى لتاني سيشن بتاعت السبنتنج. هنا الوايلد كارد ماسك مختلف، الصفر هي اللي بتماتش على الرقم. فبدل ما كان 255 هي اللي كانت بتماتش، هنا الصفر هو اللي بيماتش. فباختصار شديد انت بتعمل ايه، بتكتب النتورك كوماند ماشي. السيناريوهين اللي انت اغلب الحالات هتستخدمهم ماشي، يا اما هتكتب النتورك كوماند وتكتب الاي بي زي ما هو كده، انت عايز تاكتيفيت الاي بي ده بالظبط صح كده. فهتروح عامل ايه، اربع وحيد، عايز اكتب الاو اس بي اف على الاي بي ده على الانترفيس دي، فاروح كاتب نتورك اربع وحيد. وبعد كده هنا زي ما قلنا الوايلد كارد ماسك هو عكس السبنت ماسك، فهروح عامل اربع اصفار. معنى كده ان انا بقول انا عايز اماتش على الاربع وحيد دي. تخيل ان انت عايز تقول ايه، عايز تقول للراوتر ايه، لا انا عايزك تاكتف لي الاو اس بي اف على اي انترفيس بتبتدي بثلاث وحيد. اي انترفيس بتبتدي بثلاث وحيد، ساعتها هتبقى الوايلد كارد ماسك هيبقى ثلاث اصفار دوت 255. معنى كده ايه، 255 معنى كده ان انا هنا عملت ماتش على اول 3 اوكتت، وجيت في الاوكتت الاخير قلت له اي دونت كير، انا مش فارق معايا اي حاجه بقى هنا. هتلاقيها عندك اكتب لي عليها الاوس بي اف. تمام. بس هو في اغلب الحالات زي ما قلت لك هيبقى يا اما زي حاجه كده بالمنظر ده، يا اما انا دايما كنت باكتف بالمنظر ده بصراحه. بروح اخد الاي بي واحط اربع اصفار يبقى كده تمام، يعني بقول له اكزاكت ماتش، بقول له اكتب لي الاو اس بي اف على الانترفيس اللي هي الاي بي بتاعها 1111 بالظبط. وبعد كده هروح حاطط ايه، الاريا. قلنا ان احنا الديفولت اريا دايما بتبقى اريا زيرو. تمام. او الاريا اللي هي الباك بون، لازم يبقى دايما في راوترات في الاو اس بي اف في اريا زيرو، يعني الشبكه بتاعتي لازم يبقى في اريا زيرو موجوده، لازم. ما ينفعش الدنيا تقوم من غير ما يبقى في اريا زيرو. ممكن بقى يبقى في اريا زيرو وارياز جنبها زي ما شفنا في الاكزامبل في السيشن اللي فاتت. طيب انا كده عملت ايه، قومت الاوس بي اف على الانترفيس دي. عايز اقوم بقى الاوس بي اف على الانترفيس دي، هعمل ايه، هكتب برضو نتورك كوماند تاني ماشي.
وهكتب 10.0.0.1 وهروح اعمل ايه 0.0.0.0 ماشي اريا 0. معنى كده ان انا قلت له عايز الاي بي اللي هو 10.0.0.1 بالظبط اكتب لي عليه الاو اس بي اف على اريا 0 بس. ده كده كده احنا ايه من ناحيه اريا، من ناحيه راوتر صفر. تعال نشوف راوتر واحد سريعا هنعمل ايه معاه. هنعمل نفس الكوماند عشان نشوف ايه الانترفيسز اللي عنده ماشي. وبعد كده conf t وراوتر برضو او اس بي اف واحد ماشي. بعد كده النتورك هروح اعمل ايه 1.1.1.2 من الانترفيس بتاعته، وهقول له برضو 4 اصفار exact match اريا صفر. ونفس الكلام نتورك ماشي 20.0.0.1 اريا صفر. بس لا انا هحط بس الاكزاكت ماتش الوايلد كارد ماسك اريا صفر. انا كده عملت ايه؟ رحت قايل له انا عايز الانترفيس ديت والانترفيس ديت يقوم عليها او اس بي اف. بص لقيت هنا ايه على الكونسول مسج طالع لي ايه، بيقول لي ايه ان انا قومت الاو اس بي اف مع النيبر اللي هو 10.0.0.1 على الانترفيس اللي هي ديت اللي هي الوان. وراح من اللودنج للفول لو تفتكر الفول اللي هي لما بنوصل ان احنا عملنا اكسشينج لل LSAs وخلاص وصلنا لحالة convergence ان احنا ايه الاو اس بي اف اكتمل. لو خدت بالك هتلاقي هنا ان هو قال لك ايه ان انا النيبر بتاعي 10.0.0.1. احنا قلنا بيعلم النيبر بحاجه اسمها الراوتر اي دي. طب اتوقع هنا الراوتر اي دي يبقى ايه؟ احنا قلنا الراوتر اي دي هيبقى ماشي هو اعلى هو اعلى لو. يا اما انت عامل له كونفيجريشن، لو مش عامل له كونفيجريشن يبقى اعلى هيبقى اعلى لوب باك. ومفيش هنا لوب باك انترفيس دي فيزيكال، يبقى اعلى فيزيكال انترفيس. اعلى فيزيكال انترفيس دي الواحد ولا العشرة؟ اكيد العشرة. تمام. فعشان كده هو هنا على الراوتر واحد قال لك انا شايف 10.0.0.1 النيبر اللي هو الراوتر اي دي بتاعه 10.0.0.1 الاو اس بي اف اب معايا. طب تعال نشوف كده لو عملنا شو اي بي او اس بي اف نيبر هنلاقي ايه. بص قال لك ايه، قال لك ان النيبر الفلاني هو فول ماشي. والادرس اللي انا قايم عليه الفيزيكال ماشي ده اللي هو الراوتر اي دي الفيزيكال اللي هو بقى يقصد بيه ده 1.1.1.1 ماشي. انا قايم عليه مقوم مع النيبر اللي هو الاي بي بتاعه 1.1.1.1 وعندي انا على انترفيس 0 على 0 ماشي. اللي هو الكلام ده لو شفناه هنا تلاقي ان الانترفيس دي 0 على 0 فعلا، والاي بي اللي هنا ده 1.1.1.1.1. طب نيجي على الراوتر ده نعمل نفس الكوماند show IP OSPF neighbor. الكوماند ده بيعرفك النيبرز ماشي. الكوماند ده show IP OSPF neighbor بيعرفك مين النيبرز اللي عندك بالاو اس بي اف. نفس الكلام هيقول لك ايه النيبر 20.0.0.1 الستيت بتاعتي مع فول. وخلي بالك ان الديد تايم ماشي يعني ايه، يعني انا هعتبره ديد لو ما وصليش هلو كمان 36 ثانية. معنى كده ايه ان هو وصل له هلو من 4 ثواني وبيعد 40 ثانية بعديها. احنا اتفقنا الديد 4 في الهلو، الهلو كله 10 ثواني، فأول ما بتجيله آخر هلو بيبتدي يعد 40 ثانية من ساعتها. لو قعد 40 ثانية ما جالوش هلو هيقفل السيشن دي. طيب تمام احنا كده على الراوتر صفر. تعالى نشوف كوماند تاني لطيف قوي شو اي بي او اس بي اف داتابيز. ماشي نشوف الداتابيز عاملة ازاي. مش هتلاقي هنا ايه ماشي. دي اللي انا عايزك تشوفها، سيبك بقى من ديت. اللي عايزك تشوفها دي اللي هي اللينك ستيت راوتر لينك ستيت دي اللي هي ال LSA تايب 1 ماشي. LSA تايب 1 مكتوب فيها ايه؟ مكتوب ان انا عندي 2 LSAs. احنا اتفقنا ان احنا الطبيعي ان انت كل راوتر بيطلع LSA صح كده. الراجل ده هيطلع LSA بالانترفيس اللي عنده ويبعتها، والراجل ده يطلع LSA بالانترفيس اللي عنده ويبعتها. لو في رواتر تانية هيعملوا نفس الكلام. بعد كده نابلاي دايجكسترا وبعد كده نبتدي على ال LSDB ديت. وبعد كده نبتدي نبني الراوتنج تيبل ماشي. طيب قال لك ايه، ادي ال LSA الاولانيه ماشي. بيقول لك ان 10.0.0.1 اللي هو راوتر صفر ماشي ده ال LSA بتاعته ماشي. و20.0.0.1 ده دي الراوتر التاني ماشي ده ال LSA بتاعته. يبقى احنا كده عندنا 2 LSAs ماشي. طيب عايز بس اقول نقطة ماشي، ان انت في هنا حاجة اسمها السيكونس نمبر. السيكونس نمبر ده بس فايدته ايه، مش هتتعرض له في حياتك قوي، بس السيكونس نمبر ده فايدته ايه ان انا كل نص ساعة الراوتر بيعمل زي ريفرشمنت كده.
يبعت LSA جديدة، ماشي، زي ريفرشمنت، يتأكد بس ان الدنيا ريفرشت وان مفيش حاجة قديمة. فبيغير بس السيكونس، يعني احنا دي التلاتة عشان يعرف الراوتر اللي قدامه ان دي LSA جديدة، فهيغير السيكونس يقول له ايه، نفس الرقم بقى بس 4، فأربعة ده أزيد من 3، فالراوتر التاني يفهم ان دي هي نفس ال LSA من نفس الراوتر، بس الجديد اللي هي الفيرجن الجديدة، فيمسح القديمة ويحط الجديدة. ده باختصار، لو عايز تفهمها افهمها، مش عايز تفهمها مش مهم قوي. فده كده باختصار ال OSPF database. تعال نشوف بقى الراوتنج تيبل، شو اي بي روت، هنلاقي ايه؟ هنلاقي بال OSPF راوتر صفر ده عارف 20، شبكة 20 اللي هي هنا، ماشي. الراوتر ده عارفها منين؟ من الراوتر ده ازاي؟ اهو، ماشي، او بالاوس بي اف 20.0.0/24، الادمن ديستانس 110، ماشي. عارفها من نيكس هوب 1112 اللي هو الراوتر اللي قدامه، من الانترفيس عندي 0/0. عرفتها من 4 دقايق. عملت اي كونفيجريشن، حاولت تعمل ستاتيك راوتنج، كل الموضوع اتعمل من غير اي حاجه. المره اللي فاتت كنا لازم نعمل ستاتيك راوتنج، وحاجه كانت يعني مقرفه. هنا نفس الكلام على الراوتر واحد، لو عملت شو اي بي روت هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي هنا بالاوس بي اف برضو ان 10.0.0.0، ماشي. يعني انا واقف على الراوتر ده، الشبكة ديت، ماشي، أعرفها من 1111 اللي هو الاي بي بتاع الراوتر دوت. يعني أنا هنا بقول له وريني الشبكة دي شايفها ازاي، قالك أنا شايفها من الراجل ده، ماشي. أنا شايفها من الراجل ده، والانترفيس اللي عندي اللي هي 0.0 جيجا 0/0. ده كده باختصار فكرة ال OSPF. وأعتقد إن ده يعني شيء كافي جدا بالنسبة لل CCNA.